سنوات ابتعدوا تماما عن إخوانهم المشارقة، بل عن إخوانهم المغاربة أيضا، كانوا في عزلة ضخمة هائلة. فلولا الله تبارك وتعالى أنجدهم بإيمان ويقين لكان الإسلام في الجزائر خبرا من الأخبار منذ مدة طويلة جدا. مع ذلك انظر الإسلام في الجزائر اليوم، إسلام رائع متألق حيوي منتشر قوي، يشهد له القريب والبعيد. والسبب هو أن فطرتهم نقية، شعب قام بتضحيات رائعة، شعب أنا أعده من الشعوب العربية القوية، كما يقال عن الشعب الفلسطيني، الشعب العراقي، شعب قوي، شعب صلب، شعب مستعد لتقديم تضحيات، شعب مستعد للصبر الطويل، للتضحيات الكبيرة الجسيمة، للعمل المتواصل بدون كلل ولا ملل ولا تعب، لبذل وعطاء في الحقيقة رائعين نادرين ما رأيتهما يتكرران كثيرا في هذا العصر إلا عند الشعب الفلسطيني بالطبع. فكان هذا الشعب الرائع وتضحياته الرائعة وجهاده الجليل وعمله القوي الضخم كان لابد من تسليط الضوء عليه. وأنا أصدقكم قولا أتحدث عن نفسي، على أن عندي اهتماما في المواضيع التاريخية. كانت معلوماتي عن الجزائر معلومات محدودة للغاية، كانت معلوماتي عن الحملة الفرنسية على الجزائر معلومات ضحلة للغاية، بحيث أن لما درست هذه الحملة دراسة تمكنني من فهمها ومن ثم إلقائها، وجدت أني صدمت في الحقيقة، صدمت من جانبين اثنين: من الوحشية الهائلة التي جُبي بها هذا الشعب، ومن التضحيات الرائعة والبذل الجليل العظيم الذي بذله هذا الشعب. بل أزعم، هذا أمر مني ووجهة نظر شخصية، أن الذي حدث على الجزائريين من تشريد وتنكيل وتعذيب وسرقة للأرض وانتهاك للعرض واغتصاب للحقوق وتضييع وطمس للتاريخ وحيد بتاريخه الحديث وقطع صلة عن التاريخ الماضي لم يحدث حتى لشعب فلسطين. نعم، ان فلسطين جزء غال جدا عندنا وفي ارواحنا وعقولنا وقلوبنا، كيف لا، وفيها بيت المقدس وفيها ثرى الانبياء الطاهرين والرسل العظماء الأجلاء وفيها تاريخ رائع جدا جدا. لكن الذي حدث على إخواننا في فلسطين، الذي هو طبعا من 60 سنة خلت وقبل ذلك ذيول 20-30 سنة، الذي حدث على إخواننا في الجزائر أعظم وأكبر وأضخم أيها الإخوة والأخوات. وسيكون هذا في مع ثنايا حديث طويل. في هنا أنا اختصرت كثيرا في الحلقة الماضية أو في السلسلة الماضية التي هي الحملة الفرنسية على مصر، لكني عزمت هنا ألا أختصر، أن أورد تفاصيل كثيرة، أن أورد أحداثا كثيرة، أن أورد العبر والعظات، لأن هذا هو المهم في استخلاص الحدث التاريخي ثم بناء الحاضر والمستقبل عليه. ليس المراد من هذه الحلقات كما أوضحت سابقا في الحملة الفرنسية على مصر هو مجرد السرد، لا، والسرد أيضا أمر مطلوب، السرد التاريخي أمر مطلوب حتى يعرف الناس، لكن المراد أعظم وما وراء ذلك، وهو كيف نستفيد من ذلك الماضي بعبره وعظاته بأفراحه وأتراحه بأحداثه الجليلة، ونصلح به المحاضر وننطلق به إلى مستقبل جليل. هذا هو مكمن الخطر في التاريخ، هذا هو مكمن الأهمية في الحوادث التاريخية. بعض الناس يعتقد أن التاريخ شيء ماضي، ويا أخي لماذا تعلقنا بالتاريخ؟ ولماذا تسردنا التاريخ؟ دعنا نتحدث عن الحاضر، دعنا نتكلم عن المستقبل. أمة لا تاريخ لها، لا حاضر لها، لا مستقبل لها. حتى الأمم ذوات التاريخ الذي ابتدأ حديثا يحاولون أن يخترعوا أنفسهم تاريخا، يحاولون أن يضعوا لأنفسهم ما ليس لهم. فالجزائر ذات التاريخ الناصع الرائع الجليل وجب أن يذكر تاريخها وتضحياتها وبذلها، وكان هذا في الحقيقة من أهم الأسباب التي دعتني للحديث عن الحملة الفرنسية على الجزائر. الأمر الثالث نعم المهم هو الحديث عن تناقضات السياسة الفرنسية، بل عن تناقضات الساسة الفرنسيين وتناقضات المثقفين الفرنسيين وتناقضات أهل الاجتماع والتربية في فرنسا. في الحقيقة أنا يؤلمني أن أقول هذا، لكنه تناقض خطير بين الشعار المرفوع والمثال المنادى به وبين التطبيق على أرض الواقع. تناقض خطير للغاية. يعني الثورة الفرنسية التي قامت وحطمت الباستيل كما يقولون وأزالت الملكية الظالمة الجائرة وفسحت الطريق أمام المبدعين وأمام العقول وأمام تحرير العقول والتفكير،
لما جئنا ونظرنا إلى منتجات هذه الثورة الفرنسية وجدنا مثل الجبل العظيم الذي إذا تمخض ولد فأرا. والسبب أن الذي ذاق ويلات نتائج الثورة الفرنسية لم يكونوا المسلمين في البدايات، إنما هم أهل أوروبا أنفسهم. أهل أوروبا أنفسهم هم الذين ذاقوا الويلات من الثورة الفرنسية هذه التي انطلقت لتكون جحيما وسعيرا وعذابا على أوروبا وروسيا كما هو معلوم من تاريخ الثورة الفرنسية. هذا أولا. ثم بعد ذلك اصطلى بنارها المسلمون ابتداء من مصر ثم الجزائر ثم المغتصبات الإفريقية التي دخلوها وكانت بلادا إسلامية في أكثرها، وما جرى بعد ذلك من احتلال سوريا في 1920 ولبنان، وما جرى من الفرنسيين من تعديات على العالم الإسلامي وقبل ذلك العالم الأوروبي، يوضح بجلاء أن عند الفرنسيين مشكلة ليست موجهة ضد المسلمين فقط، وإن كان معظمها وجلها ضد المسلمين، لكن حتى ضد الأوروبيين الذين اضطروا للتكتل كتلة واحدة كما شرحت ذلك في الحلقات الماضية في الحملة الفرنسية على مصر، كتلة ضخمة واحدة اجتمعت ضد فرنسا حتى أخرجت نابليون من الحكم ونفته إلى جزيرة سانت هيلانا وأنهت بذلك حقبة مريرة من الصراع الفرنسي الأوروبي. فأنا عندما أتحدث عن تناقض الثورة الفرنسية وتناقض نتائج الثورة الفرنسية مع شعاراتها المرفوعة، لا أتحدث فقط من وجهة نظر إسلامية وإن كانت مهمة وجهة نظرنا هذه، وهذا ما حدث على بلادنا وأهلنا وهذا أمر عظيم وخطير، لكن يتحدث عن أيضا عن ما جنته هذه الثورة على أوروبا، ما فعلته هذه الثورة في أوروبا. فعلت جنايات هائلة، قتلت مئات الآلاف من الأوروبيين، حتى لا أكون مبالغا أن أقول ملايين وهم ملايين، لكن دعني أقول مئات الآلاف من الأوروبيين، وسفكت دماء كثيرة جدا. أما إذا جئنا إلى بلاد الإسلام فحدث ولا حرج عن الفظائع الهائلة. طيب أنتم تقولون إن الثورة الفرنسية شعارها الحرية والإخاء والمساواة، ما وجدنا الحرية فقد استعبدتم الناس أوروبيين ومسلمين، ولا وجدنا إخاء بل وجدنا طبقية عنصرية بغيضة كأبغض ما تكون الطبقية والجاهلية، وهذا سأذكره مفصلا في الحلقات أن هذا التاريخ ويهم أهل الجزائر ويهم المسلمين جميعا بل يهم العالم أجمع، يهم الإنسانية جمعاء اليوم. أين المساواة؟ المساواة التي ما وجدناها إطلاقا ولا في صورة من صور الأحداث الحملة الفرنسية على مصر ولا أحداث الحملة الفرنسية على الجزائر، ليست هناك مساواة، بل كان هناك غلظة وقسوة وتقسيم الناس إلى طبقات، وليس هناك إخاء. هذا كلام غير صحيح. أرجو إن كنت مخطئا أن يقال لي أنك مخطئ وهذه الأحداث كذا وكذا والأدلة على خطئك كذا وكذا، لكني ما وجدت أدلة أتمسك بها تشفع عندي أن الفرنسيين فعلا أرادوا أن يضعوا سياسة تترجم، دعنا نقول تترجم شعارات الثورة حرية إخاء مساواة. ما وجدنا. في سوريا وجدنا القنابل ترمى على الناس بدون تمييز، ومعركة ميسرون أكبر شاهد، ومن انتفض إخواننا السوريون جرى عليهم ما جرى من ظلم الفرنسيين. في مصر جامع الأزهر دك بالقنابل، والأحياء بولاق والأحياء القديمة دكت بالقنابل، ودخلوا بالخيول الأزهر وداسوا المصاحف.